قبيل محاكمة مرسي غدا، نشرت صحيفة الوطن المصرية مقالة إنه أول لقاء معه في مقر احتجازه، وأعلنت أنها ستنشر في وقت لاحق فيديو عن هذا اللقاء. وبحسب الصحيفة فإن مرسي كان متوترا ومتضاربا في كلامه خلال أكثر من جلسة، واعترف بخروج الملايين ضده في ثورة 30 من يونيو. كما أكد أنه يحظى بمعاملة جيدة من قبل رجال الأمن منذ احتجازه، وأشار بحسب الوطن إلى أنه سيترافع عن نفسه وسينفي تهمة قتل المتظاهرين المنسوبة إليه. ووصف مرسي ما حدث في 30 من يونيو أنه انقلاب، مؤكدا أن رئيس البلاد أنه هو رئيس البلاد طبقا للدستور القائم، والدستور هو المرجعية الوحيدة للجميع. ونقلت الوطن عن مرسي أنه طالب وزير الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون بتدخل كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن لإعادته إلى الرئاسة، وأنه ملتزم بإصلاح الأخطاء كافة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته.